فيديو جديد وقصة جديدة. تعالوا معايا. كان أول يوم ليوسف شقته الجديدة، عمر قديمة شوية والحياة هادية خالص. بس يوسف كان مبسوط إنه أخيرا لقى شقة مناسبة، بس ما كانش عارف إيه اللي هيحصل له. من أول ليلة ابتدت حاجات غريبة تحصل. بعد ما خلص ترتيب حاجته راح قعد على الكنبة، سمع صوت خطوات خفيفة جاية من الصالة. راح بسرعة يبص، مفيش حاجة. ضحك على نفسه وقال ده أكيد خيال. وهو رايح على الأوضة لمح باب ورا عمره ما شافه قبل كده. الفضول شده وفتح الباب، لقى أوضة صغيرة ومضلمة فيها صور قديمة للشقة، فيها جرايد متبهدلة. واللي صدمه أكتر إنه لقى صورة من المستقبل ليه هو. ومش بس كده، ده كمان كان لابس نفس الطقم اللي كان ناوي يلبسه بكرة. قفل الباب بسرعة وبينام بصعوبة. صحي تاني يوم الصبح على رنة تليفونه برسالة: إياك تنزل النهاردة من بيتك. يوسف اتجمد مكانه. مين اللي بعت الرسالة؟ حاول يتجاهل، لكن بالليل الأصوات رجعت أقوى. أبواب بتقفل لوحدها، أصواتها مش مفهومة. وفضلت الرسائل توصله عن تفاصيل دقيقة عن حياته، لكن حد بيراقبه طول الوقت. وفي نص الليل لاحظ حاجة غريبة. الظل كان بيتحرك قبل ما هو يتحرك. ساعات يمشي يمين وهو لسه واقف مكانه، ساعات يرفع ايده وهو لسه ما عملش كده. يوسف جمع شجاعته ورجع دخل الباب الغامض تاني. المرة دي لقى ستارة ووراها باب صغير. فتح ودخل، لقى نفسه أوضة تانية. الأوضة كانت مليانة جرايد قديمة بتتكلم عن اختفاءات ناس من نفس الحاجة. قعد يقلب لحد ما لقى كتاب قديم. الكتاب اتفتح لوحده، فتح على صفحة مكتوب فيها: اللي دخل هنا هيبقى جزء من القصة. وقبل ما يلحق يفهم، الباب اللي وراه اتقفل فجأة. حاول يخرج لكن الشقة اتغيرت، كل البيبان اللي كان عارفها اتلغت. لقى نفسه بيلف في نفس المكان، أكنه محبوس في حلقة زمنية ملهاش نهاية. وفجأة الظل ظهر جنبه وابتسم ابتسامة باردة وقال له بصوت مرعب: أهلا بيك في بيتك الجديد.